بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد. هذه قصتين حقيقيات رواها لي غايب ابن عايض. يقول انه سنة من السنين عما يذكر انه لهن حوالي من 90 الى 100 سنة. يقول ان فيه واحد اسمه شداد ابن النصيف الحنيني. كان عنده ذوب من البل ورايح عازب بهن، وجيرانه معهم كذلك ذود ومثله عازبين، كلهم مرعاهم قريبا من بعض، عزبتهم واحدة. شداد النصيف بعلو الشعيب وخوياه بحدري الشعيب، ما بينهم إلا حوالي من 3 إلى 5 كيلو، لكن بس يبون الإبل ما تختلط مع بعض. يقول إنه يوم إنه عزبتهم واحدة ويأكلون ويشربون مع بعض، لأنهم يبتون 2 أو 3 ليال. يقول يوم إنه جاء عقب العصر ولهم ألفى على شداد أهل 5 من الركايب، وينوخون ركايبهم: سلام عليك يا رجل. عليكم السلام. يقول الله ولو انهم قاموا يتلافتون ويناظرون. يقول قلت الله يحييكم على العشاء والعلم الغانم عند اخوياي، حنا عزبتنا واحدة، وانا ابلي مجنب يعني ما به خلفات ولا به لبن، انا بعريني كله مجنب، والحليب والشبب مع اخوياي، الله يحييكم. يقول قال ردوا وقالوا ما حنا بضيوف لاخوياك، حنا ضيوف لك. يقول قلت انا والله اللي تشوفون ما معي شيء، والحشو والحيران كله مع اخوياي، واللبن مع اخوياي، الحليب، فالله يحييكم كلنا نتعشى هناك سوا. رد واحد يوم الله ما هداه، قال لا والله حنا ضيوف لك، تبي تضيفنا فحنا ضيوفك، ما انت مضيفنا، يرزقنا رب العالمين. من عادة العرب الكرم وحسن الضيافة، فأخذته العزبة الإثم وقال لا ما يمكن أخلي ضيوفي. قام وجاب له واحدة من إبله هذولي اللي هنا المزنوي ينتظر ولادته، وذبحه، ذكاه وقال هذه عشاكم، اشووا منه كولوا والبازي خذوه، ما دام انكم عفتوا ضيافتي انا واخوياي، هذه عشاكم، وانا ما عندي شيء، ما عندي اثاث نطبخ لكم ولا عندي شيء، انما انتم تصرفوا، هذا عشاكم. فانا اقول انه مثل ما قلت عادات العرب اكرام الضيف، ولكن عناد الضيف هذا والله ما يستاهل من يذبح له ولا من يكرمه، لأنه يقول أنا مع أخوياي وأخويانا والله يحييكم على الشباب وعلى الحليب، ولكن ما اللي هو شداد النصيف ما رضي أنهم يروحون، أو أنه يروح ويخليهم وبخواطرهم شيء، ذبح لهم واحدة من بعارينه ولقل ما يشنونه بشيء. والقصة الثانية
عبيد الحيسوني، بالطبع كلهم حروب. عبيد الحيسوني يقول إنه نازل، بالطبع كل البيوت بيوت شعر، نازل مربعين وما عندهم خلاف، نازل ببيته هو وعياله. يقول يوم إنه جاء أضحي ولو منه جاء الراعي كلبل وطق بيته، ما هو بعيد عنا، يعني حوالي 200-300 متر أو 500 متر بالكثير. طق بيته ولا معه ذود من البل. يقول يوم شفته طق البيت ما خلص إلا عقب الظهر أو قدام العصر. يقول يوم شفته إنه خلص بيته وأنا أروح لمه، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، حيا الله جيراني. قال والله يحييك. يقول هو واحد ومعه زوجته وعياله بزران صغيرين 5 ما بين بنته وولد. يقول قلت القهوة والمة وترى عشاكم الليلة أنت وعيالك عندي. يقول قال إن شاء الله. هو شمري، يقول إن دياره ما محلته وإنه جايين يدور الربيع. يقول القصد إنه يوم إنه جاء وقت العشاء وجاء القهوة قهوة، وجاء وقت العشاء وجاء هو وعياله وتعشوا وسولفنا وانبسطنا ونشدته عن ديارهم، وش جابك وش اللي ذا. قال أنا والله جيت ديارنا ممحله وجينا بذا وجاورناكم. يقول قلت الله يحييك. يقول يوم جاء الصبح والشمري يسرح بعرينه على العادة، كل واحد يسرح بالإبل. يقول يسرح بعرينه ويروح. جاء آخر النهار ما جاء من باسر ما جاء من عقبه ما جاء أخذ 3 أيام ما جاء. بالعادة اللي عزب يأخذ ليلة أو ليلتين أو بالكثير 3 ما جاء. يقول أخذ 4 ليال 5 ليال أسبوع. يقول لهم ده نبدأ ننشد عنه، ما لقينا له أثر، لا هو ولا إبله. يقول عبيد الحيسوني أننا نشدنا عنه، مضى شهر مضى شهرين مضى سنة وننشد عنه ما لقينا من يرد الخبر عنه أبد. يقول يوم إنه جاء عقب 1.5 سنة جيتنا المره وقالت يا عبيد أنا هالي بالأجفر من قرى حايل، أبيك تودينا الرجل يئسنا منه. يقول قلت أبرك ساعة. يقول وجيب. يقول كانت كل الفترة ذي تأكل وتشرب مع عيالي، ما هو بقل لكن ضايز صدره وتجي مع عيالي ومستأنسة مع عيالي. يقول يوم ذا وجيب جملين وأنا وخلاه وتقوم تطوي بيته وتحط عفشة وترسب هي وعيالة على الجملين وأنا أرسب جميلي وباريهم. يقول المسافة تأخذ له 5 أيام أو 6 أيام بين القصيم وبين الأجفر. يقول يوم أقبلنا على هلا قلت تسبقين أنت لهلت، وتسبق لهلا وتعلموا بوا. قالت هذا الحاصل وهذا الحاصل وهذا الحاصل، وعبيد هذا هو معنا، هذا يبي يجي الحين. يوم انه جاء عبيد ويرحبون ويهليه بهالشمري ويقوم بواجبه ويعشيه ويشكره قدام جماعته، ويقوم ويرتب ذلول هالشمري ويروح لديار حرب كلها، يدور على الشمالية ديار حرب هذه كلها بيض الله وجه عبيد النصيف عبيد الحيسوني، بيض الله وجه عبيد الحيسوني، بيض كل المحافل. وهذه وسيلة الإعلام اللي يقدر ينشر شكره عن طريقه. بي محفل وي مسجد وي مجتمع يقول بيض الله وجه عبيد الحيسوني، هذا ما سوى وما سوى مع بنتي. وأقول هذا حسن ضيافة عبيد الحيسوني، وهذا شكر الشمري جزاه الله خير. شايف المعروف، وهو يوم أنه ستر بنته ويوم أنه أكرمه.
والسلام عليكم.